スクをつけてください。ベルトをしてください。体をしてください。نهار 12 غشت 1985 وعلمت طائرة ركاب يابانية. بدا الإنذار كيضرب فجأة. الطيارين كانوا كيتسائلوا شنو اللي واقع. الطيارة تعرضت لفقدان ضغط مفاجئ، حاجة كافية باش تحول هذه الرحلة الهادئة لكابوس حقيقي. الطاقم كيدير كل المحاولات باش يسيطروا على الوضع، كيحاولوا يميلوا يرجعوا ينزلوا، ولكن الطائرة ما كتستجبش نهائيا. أكثر من 500 راكب جالسين ما عارفينش بأنهم قراب من النهاية مأساوية، ما عارفينش أن حياتهم كتهددها غلطة تقنية استمرت تقريبا 10 سنين. هذه الطائرة كان فيها خلل كارثي في الهيكل، خلل اللي غادي تسجل في التاريخ كأسوأ كارثة جوية في تاريخ الطيران في العالم. معكم مصطفى سيكونات. في طوكيو كانت السيمانة ديال أوبون، وهو واحد التقليد ياباني اللي فيه كيشدوا الناس الطريق باش يتلاقاو مع عائلاتهم ويحتفلوا بأرواح الأجداد ديالهم. وفي مطار هانيدا كيكونوا الآلاف كيحاولوا يرجعوا لعائلاتهم. في 6 ديال العشية الطيارة ديال الخطوط الجوية اليابانية رقم 123 كتوجد باش دير الرحلة الخامسة ديالها في هذا النهار. طيارة عامرة كلها غادي تسافر من طوكيو لأوساكا، رحلة قصيرة ديال أقل من ساعة. في قمرة القيادة كاين الكابتن ماسامي تاكاهاما عنده 49 عام، اللي كيدرب مساعد طيار يوتاكا ساساكي اللي عنده 39 عام على قيادة طيارة بوينغ 747. معاهم حتى مهندس الطيران هيروشي فوكودا اللي عنده 46 عام. وفي المقصورة الرئيسية كاينين 521 راكب كيتسناو الرحلة. فبكل معنى الكلمة كل شيء عادي، والرحلة روتينية، وكل شيء كيدوز حسب الخطة. في 6:12 دقيقة الرحلة 123 كتقلع. الطيارة وهي كتحلق وسط السحاب، الركاب كيشوفوا من النوافذ ديالهم طوكيو وهي كتختفى شوية بشوية. من بعد 12 دقيقة من الإقلاع الطيارة قربت توصل لارتفاع 24,000 قدم، ولكن فجأة وبدون أي إنذار في 6:25 دقيقة صوت انفجار قوي كيجي من الجزء الخلفي ديال الطيارة. السقف ديال الحمام كيطيح، وواحد الضوبيط كيضرب، البخار في الهواء كيتحول لضباب قوي، وأقنعة الأكسجين كتهبط قدام الركاب اللي ما فهموا والو. هادشي كامل وقع في ثواني قليلة وخلى الركاب كاملين في حالة رعب كبير. الكارثة بدات والطيارة داخلة في دوامة ديال أحداث خطيرة مستحيل السيطرة عليها.酸素マスク、重量をつけたって、バットを頭にかけてください。バットを頭にかけてください。乗務員は酸素ボトルの用意をお願いします。酸素ボトルの用意。Put out your signal. This is an emergency system.
お客様にお願いいたします。お子様連れの方、どうぞ近くの方恐れ入りますが、お子様のマスクを用意お願いします。الطاقم بدا كيدرك أن الوضع كارثي. الطيارة خرجت تماما عن السيطرة. من بعد ما خداو الإذن الرجوع لمطار هانيدا، الكابتن تاكاهاما بدا كيدخل في حالة رعب وكيتساءل مع راسو علاش مساعد طيار ساساكي كيميل الطيارة بزاف لجنب واحد، وبدا كيغوت عليه بصوت عالي: علاش كدير هاد الميلان؟ حاول توازنها. ولكن الصدمة، الطيارة ما كتجاوب مع حتى شي أمر. تبين أن الأنابيب الهيدروليكية الأربعة اللي كتحكم في الأجنحة ديال الطيارة تقطعات. يزيد عليها الجزء الخلفي العمودي اللي كيوفر الاستقرار للطائرة كان مدمر بالكامل. يعني هاد الطيارة كتحلق بلا حتى شي وسيلة ديال الاستقرار. ومحاولة الطاقم والأمل ديالهم باش يرجعوها لمطار هانيدا كان كبير. في المقصورة الرئيسية واحد الراكب قدر ياخد صورة واحدة. الصورة كتبين أقنعة الأكسجين وهي نازلة وخدامة بشكل كامل، لكن الحقيقة اللي كتصدم أن الإمدادات ديال الأكسجين كانت محدودة بزاف، مصممة غير باش تكفي الوقت قصير، الوقت اللي تقدر تهبط فيه الطيارة لارتفاع آمن يقدروا يتنفسوا منه. ولكن اللي الطاقم والركاب ما كانوش عارفينه هو أن الطيارة كانت مبلوكية في واحد الظاهرة خطيرة، دورة فوغويد. الطيارة كتهبط آلاف الأقدام بسرعة خيالية، ومن بعد كيرتفع القدام ديالها بواحد الزاوية حادة، وكتبدا الطيارة تهبط من جديد، تهبط وتعاود تطلع وتعاود تهبط. هاد الدورة كتعاود راسها بدون توقف. وفي نفس الوقت الطيارة كانت كتميل بزوايا كتوصل حتى 40 درجة في كل الاتجاهات. الطاقم كان كيدير المستحيل باش يوجهوا الطيارة لمطار هانيدا، ولكن الطيارة كانت كدير كل ما في جهدها باش تمنع هادشي. الأكسجين كينقص والطيارين ما استعملوش الأقنعة ديالهم. نقص الأكسجين الحاد بدا كيسيطر عليهم. لكن هذه ما كانتش المشكلة رقم واحد. المشكل رقم واحد كان هو دورة فوغويد، وكذلك الطيارة كانت كتميل بشكل خطير من جهة لجهة. وباش يحاولوا يوقفوا هذا الشيء، الطاقم قرر أنه ينزل عجلات الهبوط. هذه المحاولة ساعدت بزاف باش تخفف من الدوامة القاتلة ديال فوغويد اللي كانت الطيارة مبلوكية فيها. ولكن في 5 دقائق فقط الطيارة هبطات كثر من 10,000 قدم وهي كدير ميلان خطير بزوايا كتفوت 40 درجة. في وسط هذه الفوضى الطيارة دارت 360 درجة فوق مدينة أوتسوكي. الطاقم كانوا كيشوفوا قدامهم أن كل ثانية كتمشي الأمل كيزيد يضعف.
الطيارة وصلت لارتفاع خطير ديال 6800 قدم فقط، وكانت متجهة مباشرة لجبل تاكاماغاهارا. وفي 5 دقائق اللي وراها الطاقم دار المستحيل باش يخليو الطيارة ترتفع ويقدروا يوصلوا ل 11000 قدم مرة أخرى. ولكن هذا الشعور والأمل اللي عندهم كان مجرد وهم. الطيارة دخلت في دوامة جديدة، ولكن هذه المرة فوق التضاريس الجبلية الخطيرة. في واحد القرية صغيرة سميتها أوينو، مخبية وسط الجبال. الناس فاقوا على واحد الصوت غريب في السماء. الهليكوبترات ديال الإنقاذ والإعلام كيدوروا، كيكتشفوا شي حاجة خطيرة ما كيعرفوهاش الناس ديال القرية. وفي الأرض الكاميوات والكيران كيتحركوا، والناس كيتجمعوا كيتساءلوا شنو اللي واقع. ولكن وسط هاد الفوضى قليل اللي كان عارف الحجم الحقيقي ديال الكارثة. على بعد 33 كيلومتر جنوب غرب القرية، بقايا طيارة الخطوط الجوية اليابانية 123 مترشة في الجبل. الطيارة كانت مشتتة كاملة. المنظر كان خطير. من بين 524 راكب اللي كانوا في الطيارة في ديك الليلة، غير 4 فقط اللي نجاو. هاد الكارثة كانت أكبر خسارة ديال الأرواح لطائرة واحدة في التاريخ. ولكن الأكثر إحباطا في هاد القصة هو أن هاد الشيء كان ممكن ما يوصلش لهاد الحجم ديال المأساة اللي وقعت. 20 دقيقة فقط من بعد الاصطدام، واحد الجندي أمريكي في القاعدة الجوية اسمه مايكل أنطونوتشي شاف وبلغ على الموقع ديال الطائرة. ولكن في بلاصة ما يصيفطوا الإنقاذ مباشرة، الجيش الياباني لغى عملية الإنقاذ بالكامل على أساس أنه ما غادي يكون حتى شي راكب مازال حي. أكثر من 12 ساعة الطيارة بقات كتشعل بالعافية في الليل، ومجموعة صغيرة من الركاب كانوا مازالين حيين كيتسناو المساعدة والإنقاذ من الطيارات اللي كتدوز من فوقهم. ولكن ما كانوش عارفين أن المساعدة ما عمرها غادي تجي. واحدة من الربعة اللي نجاو، يومي أوشياي، حكات على اللي وقع في الليل. كانت كتسمع الأطفال صغار كيبكيو والكبار كيغوتوا. في البداية كان الصوت عالي، ولكن من بعد ساعات الصوت بدا كيغيب حتى تحول لسكات. هاد السكات كان إشارة ديال موت أرواح اللي كان ممكن يتم الإنقاذ ديالها. في الأخير الإنقاذ وصل من بعد 12 ساعة، ولكن ذاك الوقت الموقع كان عبارة عن مقبرة مفتوحة. واحد طبيب ياباني قال لو كان الإنقاذ جا 10 ساعات قبل كنا غادي نلقاو ناس حيين كتر. ولكن في ذاك الليل كان كل شي ساكت. في السنوات اللي جاو من بعد، الناس ما بقاوش كيسافروا في الخطوط الجوية اليابانية، والشركة دارت خسائر كبيرة بزاف.
الشركة ديال الطيران وشركة بوينغ دفعوا ملايين الدولارات كتعويض للعائلات، ولكن هذا الشيء عمره ما غادي يعوض الألم ديال هذه المأساة. والإحساس بالذنب كان كبير بزاف، حيت جوج من موظفين الشركة، هيرو توميناغا 59 سنة وسوسومو تاجيما 57 سنة، انتحروا من بعد هذا الحادث. واحد منهم خلى رسالة صغيرة كتب فيها: غادي نكفر على الذنب ديالي بالموت ديالي. في النهاية تحقيقات بينات أن السبب كان في واحد الخطأ تقني في الطيارة 7 سنين قبل الحادثة. ملي كانت الطيارة هابطة دارت حادث وتضرب الديل اللي في اللور ديال الطيارة، والإصلاح كان خطأ كبير. في الأول المهندسين قرروا أنهم يستعملوا قطعة كبيرة وحدة باش يلصقوها ويقويوا الجزء الخلفي، وفعلا ملي كيدار هادشي في الطيارات كترجع كيف ما كانت والطيران كيكون فيها آمن. ولكن في الواقع ما مشاتش الأمور كيف ما قالوا. التقنيين استعملوا جوج قطع في بلاصة وحدة، هادشي اللي خلى هذا النظام ضعيف، ومع عمرهم اكتشفوا هذا الخطأ اللي دار، والطيارة طارت بهذه الحالة لأكثر من 12,000 رحلة. هاد المأساة خلات أثر كبير في حياة كل واحد كان عنده علاقة بها. كانت واحدة من أعظم الكوارث اللي كان ممكن يتفاداوها. صعيب نتخيلوا حجم الرعب ديال تجربة حادث سقوط طائرة. الناس اللي نجاو عاشوا واحد الصدمة وألم ما يتصورش. لحظات مؤلمة تحت الحطام، وسط الظلام، بلا أمل، ومنسيين في الخلا. الركاب اللي كانوا في ديك الليلة المشؤومة والعائلات اللي كانوا كيتسناوهم عاشوا أكبر كابوس في الحياة ديالهم. أسبوع أوبون كيكون ديما وقت ديال التجمع، وقت باش الناس كيرجعوا لعائلاتهم وكيشوفوا الناس اللي قليل فين كيشوفوهم. ولكن بالنسبة ل 520 ضحية اللي فقدوا حياتهم في ديك الليلة، ما قدروش يكملوا الرحلة باش يشوفوا عائلاتهم بقاو كيتسناو ناس اللي عمرهم ما غادي يوصلوا، والذكريات ديالهم تخسرات بهاد الحادثة اللي ما كانش خاصها توقع. في ديك الليلة ما كانش شي حد غادي يقدر يدير شي حاجة، ما كانش شي حد عارف شنو اللي غادي يقدر يوقع. ولكن من هاد الشي كامل كاين حاجة واحدة اللي مأكدة: ذكرياتهم وحياتهم غادي تبقى للأبد محفورة في قلوب الناس اللي حبوهم، وهاد الإرث ديالهم غادي يبقى دايما عايش حتى نهاية الزمان. ونشوفكم بخير.